مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقه الخاصه على الفريق الرجاء البيضاوي، الفريق الذي ابدع في كاس العالم للانديه وقسم من منافسات عصبه الابطال الافريقيه، لكنه عاد بقوه في مباريات البطوله الوطنيه الاحترافيه وجعل من مقابله مغرب اتلتيك تطوان مقابله الموسم. بعد كأس العالم للأندية قمنا بمقابلة كبار هادشي بشهادة الجميع. الحمد لله قدمنا واحد المستوى كبير وفرحنا الشعب المغربي كامل. إشعاع الرجاء البيضاوي معناتها في جميع أنحاء العالم هذا بطبيعة الحال يعطيه إشعاع كبير، يعطيه اسم كبير معناتها خارج المغرب، ويعطي المغرب اسم كبير خاصة تشوفوا النجاحات في كأس العالم. الرجاء البيضاوي الفريق الذي أبدع في كأس العالم للأندية تألق وفرض نفسه بين مجموعة من الأندية العالمية حين وصل وباستحقاق إلى النهاية لأول مرة في ثاني مشاركة له في الكأس العالمية، حائزا على الوصف خلف الفريق الألماني بايرن ميونخ المتوج باللقب. إنجاز الرجاء ترك دلالات وبوادر في نفسية مكونات فريق الرجاء البيضاوي للعمل أكثر في المستقبل. ثم بعض فرق اللي تعرف كيفاش تتعامل مع النجاح، معناتها كيف يكون خاصة النجاح عالمي يوقع فيه العديد والعديد من الاستثمارات. فهذا ضروري لازمنا نتعلموا كيفاش نستثمروا النجاحات هذه. نحكي عدة أشياء، من سبونسورينج، من دخول أموال كبيرة، من تنمية النادي للمستقبل، وباش يبقى ديما الأشعار نتاعو على النطاق الإقليمي والعالمي. الرجاء استفادت كل شيء، استفادت أنها لغتها أصبحت ناضجة، ونظرتها للتعامل في الميدان الرياضي أصبحت متقدمة، وتعاملها مع كل أوراش ديال كرة القدم أصبحت لها ثوابت. الرجاء التفت إلى العديد من المحاور في المسؤولية ديالو كفريق كبير. على مستوى التدوير الرجاء أصبح مؤسسة لا ندعي الكمال، ولكن مؤسسة لها بعض الثوابت، لها إدارة، لها برامج عمل، لها اجتهادات على مستوى اللجان. أولى خطوات الاشتغال استهل المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي بعقد ندوة صحفية تم من خلالها تقديم مشروع جاستور الذي يهتم بتسويق صورة الفريق محليا على المدى القريب وعالميا على المدى المتوسط. لا، فيما يخص التسويق ديال النادي فاحنا الآن دخلنا لواحد المرحلة جديدة في إطار البحث عن موارد مالية قارة، في إطار تلميع صورة الفريق، وهي عندنا صورة كبيرة، ولكن كنحاولوا دائما يكون واحد التجديد. فالآن درنا منتوج جديد اللي هو غاجا ستور، منتوج اللي هو هاد غاجا ستور اللي هو غادي يعطي واحد الإضافة جديدة للفريق الرجاء الرياضي، غيعطي واحد الإضافة جديدة لمدينة الدار البيضاء اللي كنتمنى لها فكرة تكون ناجحة إن شاء الله. غاجا ستور المشروع الذي يرتبط بجانب تسويق المنتوجات الخاصة بالنادي استهل بافتتاح رسمي ل10 محلات تجارية في انتظار افتتاح أخرى ببروكسل وأمستردام في غضون الأشهر القليلة المقبلة. كما تمكن الفريق من ضمان مبلغ 100 مليون سنتيم قبل انطلاق المشروع. المشروع ديال
محلات تجاريه خاصه بفريق الرجاء البيضاوي اللي كتقرب المنتوج ديال الفريق من جماهير فريق الرجاء البيضاوي. غيكونوا 10 ديال المحلات كخطوه اولى. من بعد غادي ارتئينا اننا نفتتحوا محل في كل مدينه، واكيد ان غادي يكونوا عندنا محلات متنقله، يعني عباره عن سميناها رجاء كار ستور، اللي غادي يكون كيتنقل مع الفريق اينما حل وارتحل لتقريب الخدمات من الجمهور الرجاوي، وكذلك لتسهيل المقتنيات. الاشتغال على جانب التسويق والإشهار يوازي أيضا وضع مخطط خاص باستغلال الهبة الملكية لبناء أكاديمية خاصة بفريق الرجاء البيضاوي وفق مواصفات عالمية. بالنسبه للاكاديمي فاحنا الان في طور الدراسه، فالترخيصات وفي الامور اللي كتاخذ شويه ديال الوقت. بقى المساله ديال البناء غتاخذ نتايا حتى في طور الدراسه حتى هي. دونك اللي حنا واخدين الوقت ديالنا ان شاء الله، اللي كنتمنى ان لا الاكاديمي لا المركز التكوين فخصو يعطي الاضافه للفريق. اكاديميه اللي ان شاء الله غتكون في المستقبل ديال الرجاء، هذاك هو المستقبل ديال الرجاء. اذا المساحه اللي كاينه خارج الدار البيضاء في جهه بوزكوره هذيك اللي غتسمح باش نديروا 3 أو 4 ملاعب، وهذيك اللي غتسمح باش نديروا التطبيق ديال التكوين بالكلمه الاحتراف الحقيقيه. تشييد الأكاديمية سيخفف من الضغط على مواكب الوزيس الذي يحتضن مختلف لاعبي الفئة الصغرى البالغ عددهم 1880 لاعبا، كلها تتدرب على هذه الأرضية المعششة اصطناعيا طيلة أيام الأسبوع وتقدم أفضل النتائج في مختلف المسابقات والبطولات الوطنية. الحمد لله عندنا مواهب من 2003 2002 2001 بكل صراحة مستوى عالي جدا جدا جدا، وبكل أمانة هذا المستوى ديال 2003 2002 ما لقيتوش أنا شخصيا لما كنت في الدول العربية أو في أوروبا. وتنظن بأن الحمد لله ولو الهدف ما كانش هي النتائج وإنما التكوين. من ناحية نتائج الفريق الوحيد في المغرب اللي عنده الفرق كلها كتنافس على اللقب. فريقنا الأول بإذن الله إلى فاز على تطوان في المباراة الماجية إن شاء الله غادي تكون عنده فرص كثيرة باش يبقى هو الأول. الفريق الرديف بالتسيير ديال السيد بكاري لاعب سابق للرجاء احنا حاليا الاولين، وتنظن باذن الله نكونوا الاولين 3 مرات متتواليه ناخذوا البطوله. اقل من 19 سنه احنا دابا في النصف النهائي ديال البطوله، اقل من 17 احنا حاليا في نصف النهائي، واقل من 15 احنا حاليا في نصف النهائي. ما كاينش شي فريق في المغرب اللي عنده 3 فرق حاليا في نصف النهائي. اذا هذا كيبين بان احنا في الطريق المستقيم، وتنتمنى باذن الله باش هذا العمل يعطي الثمار ديالو مازال في السنوات المقبله. هذا في الوقت الذي ما زال يشهد مركز التكوين المتواجد بمواكب الوزيز أشغال الترميم في انتظار افتتاحها رسميا شهر شتنبر المقبل لإيواء مجموعة من المواهب المنتمية لمدرسة الرجاء والأخرى المنتدبة من مختلف الجمعيات المتواجدة بالعاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء، ثم لإتمام المشروع الموضوع من قبل المدير التقني الدكتور حسن حرمة الله منذ 2 هو هذا المركز ديال بوسيجور الآلية ديال الوزيز الآن خدموا فيه السنة كلها، وتنتمنى باش يكون مفتوح في سبتمبر الماجي، لأن هذه السنة جميع الأشياء اللي كانت سيئة فيه تعالجت. احنا حاليا كيف ما كتشوف فعلا عندنا ملعب واحد بالعشب الاصطناعي وملعب واحد كتدرب فيه الفئات كلها، ومن طبيعة الحال هذا كيتطلب نظام، وبهذا الملعب واحد حققنا هذه النتائج كلها. لو كان عندنا أكثر من ملعب بصراحة، لو كانوا عندنا 2 أو 3 بصراحة غادي يكون العمل رائع رائع جدا، كيف العمل اللي تيكون في المراكز التكوين ديال أعلى مستوى أوروبيا أو إفريقيا. كانت واحد العناية من جديد بهذا المركب ديال الوزيس، من إعادة الترميم ديالو والإصلاح ديالو اللي قام بها لا الرئيس ولا رئيس اللجنه البنيه ديال التحتيه هذه السنه سي بدر اللي مشكور كباقي الاعضاء كلهم بدون استثناء. غادي تصلح هذا مع الخير من اللي جا الحمد لله بعد الالتفاته الملكيه الساميه، بعد الانجاز المبهر ديال الرجاء وجات الهبه. الان النظره تغيرات في استراتيجيه العمل، ان على البقعه اللي هدا سيدنا الله ينصرو للرجاء غتكون واحد الاكاديميه بمرافق متعدده
فيها ملاعب، فيها فندق، فيها العديد من الاشياء اللي غادا تعود بالنفع لا المادي ولا اللوجستيكي ولا الرياضي ولا التقني ولا الثقافي ولا غيرهم، في حين غادي يبقى هذا خاص مركز ديال التكوين على شحال تقريب. وحتى لا نبتعد عن أجواء الفريق الأول الذي تأثر لاعبوه بشكل واضح بمباريات المونديال حين مروا بفترة فراغ واضحة انعكست على نتائج الفريق محليا ثم على صعيد عصبة الأبطال الإفريقية حين ودع الأخضر المنافسات الإفريقية بشكل مبكر على يد حورية كوناكري الغيني. فما ساتوراسيون، انا ديما نقول فما ساتوراسيون مونتال اكثر منه معناتها اللياقه البدنيه، لان بعد المونديال ما نساوش كانوا 8 لاعبين من الفريق الرجاء مشاو لافريك دو سود معناتها كانوا تحت ضغط معناتها في البطوله الافريقيه للشان. توديع منافسات عصبة الأبطال الإفريقية شكل حافزا قوي للاعبي الرجاء حين عادوا بقوة في مباريات البطولة الوطنية الاحترافية بعد انتصارات متتالية قفزت بالفريق سارعا نحو أعلى الترتيب. وقعت فترة فراغ في 3 مباريات تقريبا ما سجلناش فيها أهداف، لكن لعبنا ونعتبرها كان وقعت كيف ساتوراسيون نفسانية معناتها اللاعبين حالتهم ما كانش بعد الكاليفورنيا وبعد عدة اشياء وبعد الافريق دو سود فما برشا تعب، وبعد هذا كله رانا لعبنا على طول 4-1 كان نتذكر في لفتره بعدها كنا كل تحت الضغط ولا شكينا ولا بكينا ولعبنا عادي، فهمت ما قلناش معناتها فما ارهاق وما قلناش فما تعب، لكن انا ديما نخمم في كونه التعب ديما على المستوى الذهني اكثر منه من المستوى العضلي. فريق رجاء البيضاوي استغل مختلف المواجهات داخل وخارج الميدان من خلال انتصارات قلصت الفريق عن المتصدر مغرب أتلتيك تطوان الحاضر بقوة هذا الموسم من خلال تزعمه للترتيب في أغلب دورات هذا الموسم. بعد كأس العالم الأندية كيف قلتي كانت هبطنا شوية الريتم، ما بقيناش المقابلات اللي قدمناهم في كأس العالم ما قدمناهمش في البطولة. هادشي راجع صراحة على التعب ديال المقابلات اللي كنا نلعبوا. الحمد لله بعد مقابلة بمقابلة بدينا كنا نرجعوا للمستوى ديالنا اللي متعودنا عليه الجمهور. الحمد لله حاليا عوضنا النقاط اللي ضاعوا لنا، الحمد لله احنا في مرتبه جيده. ما يمكنش ان فريق رجاء البيضاوي لعب نهائي ديال كاس العالم للانديه نخرجوا من كاس العالم للانديه ما غنلعبوش على اللقب ولا نكونوا اننا صافين فقدنا اللقب، لا فكان عندنا مباريات كثيره مأجله، مباريات كثيره كان عندنا بحقنا اننا نفوزوا في المباريات ديالنا، وهذا حق مشروط لجميع الفرق اننا نفوز في المباريات ديالنا، ففزنا في المباريات ديالنا مع التعثر ديال الخصوم اللي كانت اللي قدامنا، فاستطعنا اننا نتسلقوا الترتيب الحمد لله. منين وصلنا للهدف اللي اي واحد الا تعطاتك واحد لا شونس انك تلعب فيها فبيصير منك تدخل تبين على الامكانيات ديالك اللي عندك باش تدافع على هذيك، فالحمد لله حنا قربنا وبقى خصنا والو. قدر قاعة ثالث نسخ البطولة الوطنية الاحترافية التي أجريت مطلع هذه السنة وضعت رجاء البيضاوي في مواجهة استثنائية لمغرب أتلتيك تطوان ضوى على نهاية الموسم، باعتبار أن الفريقين مرشحين للظفر باللقب، والأكيد أن الاستعدادات طبعتها الخصوصية من جانب الناديين. بعد المشوار الطويل مرينا به وصلنا مرحلة كونه مصيرنا في ايدينا. البطولة تحكم فيها مباراة تطوان، إذا فزنا على تطوان معناتها وهذه كرة باش نعملوا كل مجهوداتنا باش نفوزوا، إذا فزنا على تطوان تقريبا حصلنا تقريبا 90% من البطولة، فهمتني؟ وعاملين على هذا وستر الله وربي، وإن شاء الله معناتها نفرحوا الجماهير نتاع الرجاء معناتها بالفوز إن شاء الله على تطوان. بالنسبة للصحة العامة ديال اللاعبين الحمد لله حاليا يعني المجموعة كلها يعني تتمتع بصحة جيدة، واخا ان عندنا مقابلات اللي هي متكرره ومتعدده اللي كان فيها واحد يعني ريتم طالع، ولكن الحمد لله بالجهودات اللي كيقوموا بها جميع الطاقم الطبي اللي كيسهر على صحه اللاعبين، فتمكنا اننا نسترجعوا اللاعبين تقريبا كلهم.
حنا غنساو المقابله اللي دازت في لالي ضد المغرب التطواني. حنا عندنا مقابله مصيريه ضد المغرب التطواني في الرسول ان شاء الله. كنتمنوا ان شاء الله كيف ما سبق لي وقلت لك بان نقدموا واحد المقابله كبيره، وحنا ما عندنا حتى شي خيار من غير الفوز. كنتمنوا ان شاء الله باش نفوزوا بهذه المقابله هذه، واللعابه كاملين غيستعدوا ان شاء الله باش نفوزوا بهذه المقابله. السيناريو ديال مباراه الذهاب ماشي هو السيناريو اللي غنلعب ديال مباراه الاياب، اللي عندها يكون عندها واحد الطمع، يكون عندها واحد كيف ما تنقولوا يكون عندك واحد الضغط، خصك تعرف كيفاش انك تفوز، خصوصا الفوز ديالك غيزيد يقربك من اللقب. يعني مباراة عندها استراتيجية أخرى، طريقة أخرى كيفاش غتلعب، فهذاك الشيء تيبقى ارتسامات ولا النقاط العارضة في المدرب اللي تيحطهم، ومن بعد حنا تندخلوا للتيران، فبيان سور ما دير داك الشيء اللي عليك وتطبق داك الشيء اللي تيطلب منك المدرب وتعرف كيفاش تفوز. من جانبه فريق مغرب أتلتيك تطوان خاض مجموعة من الحصص الإعدادية لمباراته الاستثنائية بملعب سني طامل قبل التوجه إلى مدينة الرباط للدخول في تجمع إعدادي، ثم التنقل مباشرة إلى مدينة الدار البيضاء. هذيك تتسمى مقابله ديال البطوله ان شاء الله. هذيك هي المفتاح اللي الصراحه ما بقالناش فين نغلطوا ولا فين شي حاجه، غندخلوا عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه اللي تخلينا ان شاء الله نحققوا واحد اللقب الثاني لهذه المدينه الصراحه، والجمهور اللي يستاهل مكتم وسير وكل شيء. استعدادات الفريقين لمباراة الموسم واكبها حماس منقطع النظير من قبل الجماهير التي بدأت في اقتناء التذاكر أيام قبل موعد المقابلة، مع حضور الإشكال المتعلق بحصة جمهور مغرب أتلتيك تطوان من عدد التذاكر التي حددها المكتب المسير للفريق المضيف. فالعدد المخصص للجماهير التطوانية اللي تنحترموها فهو 2250 تذكرة. هذا هو العدد المخصص. نقدر نقول لك بأن في مدينة الدار البيضاء بعد 24 ساعة من حطينا التذاكر فتقريبا 80% من التذاكر كلها تباعت. دونك هنا تعطيك بأن الجماهير ديال فريق الرجاء الرياضي فهي جماهير كبيرة. الطاقة الاستيعابية ديال الملعب اللي كانت 45000 فوق الطاقة اللي كانت تلام. يعني حنا عندنا واحد الطلب كبير ديال الجماهير الرجاوية، الجماهير التطوانيه تنحترموها. العدد المخصص هو 2250 اللي كنتمناو المقابله تدوز في اجواء رياضيه. بالنسبه للاداره ديال الرجاء البيضاوي في اللحظه اللي خصت واحد 5% من مجموع التذاكر اللي عملتها ديال 45000، ربما كان واحد النوع ديال ترك واحد النوع ديال ردود الافعال اوسط الجماهير التطوانيه، اللي كيصيروا على هذا الشيء هذا تقبلوا في اخر المطاف، وسطوا على الجمهور التطواني في اخر المطاف انهم يقتنوا التذاكر ديالكم بشكل عادي، وكما كتلاحظوا جميع انه جميع اللي عنده شي تذكيره او تم يعني ولوج الملعب بواحد سلاسه كبيره، واحد ما عندنا مشاكل. هذا اللي كنا متوقعينه، والحمد لله هادشي الامور اللي مشات في واحد الاتجاه صحيح. الجمهور كما كان متوقعا حظى بأعداد استثنائية وازت قيمة وقوة المقابلة التي شكلت نقاطها الاقتراب من لقب البطولة الوطنية الاحترافية المؤهل لكأس العالم للأندية. صراحة حاليا أكثر من الديبي كتلعب على البطولة وكأس العالم، وغنلعبوا كأس العالم إن شاء الله جوج مرات، وتا تطوان تا هما كيطمحوا لهذا سميتو، يعني ما غاديش يجيو ناقصين، غيجيو باغي يلعبوا كرة. حنا إن شاء الله من ماتش ديال الجديدة بالتينا البطولة في يدينا إن شاء الله. من ناحية ديال الحماس، الجمهور ديال تطوان يعني تنقل بواحد العدد كبير. كما كتشوفوني أنا بوحدي من تطوان مدور ديال الدراري الرجاء، يعني هادشي كيعبر على واحد الاناقه وواحد لاكلاس ديال الجمهور ديال الرجاء. كنا متخوفين شويه، الحمد لله الامور دايزه يعني في بخير، ما كاين لا مشاكل. هذا افون تو عرس رياضي ديال الكره ديال المغرب، جوج فراقي اللي كتدور الكره. مادام جينا حنا الا باش نشجعوا الفريق ديالنا، ولكن هذه ماشي مقابله سهله، لان الهدف ديال الفريقين هدف واحد. الفريق المغرب التطواني كتنقصوا نقطه واحده، ولكن الفريق الرجاوي خصو 6 نقاط. ولكن الحمد لله يعني اللاعبين واعي المسؤوليه اللي عليهم وعارفين الضغط ديال الجمهور ولكن الحمد لله يكون نتيجه طيبه. مع الجمهور ديال الرجاء البيضاوي اللي ساندنا وعاوننا ووقفوا معنا وقفه رجوله، ونردوها لكم في الخير ان شاء الله، وروح رياضيه وديما رجاء وديما رجاء
الحماس بضوئه ضهى على محيي لاعبي الفريقين. الماط حضر إلى الموكب الرياضي محمد الخميس مكتمل الصفوف التي سجلت عودة المهاجم حسام الدين الصناجي من الإصابة. مغرب أتلتيك تطوان راهن على تحقيق الفوز أو نتيجة التعادل للحسم بشكل نهائي في مسألة اللقب. احنا جينا دار بيضاء باش نحققوا واحد النتيجة إيجابية، جينا باش نحققوا الفوز ماشي اللي خلينا نحققوا البطولة إن شاء الله. السي عز العامري عطانا تعليمات اللي باش كما جميع المقابلات كناخذوهم غناخذوها اليوم ان شاء الله، غادي يكون ان شاء الله. فريق رجاء البيضاوي الذي اكتفى بخوض تجمع الإعدادي بمدينة الدار البيضاء وصل إلى المركب الرياضي محمد الخامس في غياب المهاجم عبد الكبير الوادي المصاب، إضافة إلى مروان زمامة لاختيارات تقنية. مع عودة فيفيان مابيدي الموقوف، أي لاعب رجاء تركزت على تحقيق الفوز. مقابلة اليوم لا تقبل القسم على اثنين. اللاعبين حضرناهم من الوقوع في اللعب الرجولي اكثر من اللازم، يعني ما تكونش خشونه اللي تقدر تعرضهم البطائق صفراء او حمراء الله يستر وتكون يسونكسيونيو لو جروب يعني اونتي. كذلك كانت اعطيناها شعار ديالها مقابلات ضبط النفس. الفريق الذي يربح اكثر عدد من النزالات، الفريق الذي يكون اكثر تركيز امام المرمى هو الذي يفوز بهذه المقابله. ومع صعود لاعبي الفريقين لخوض المواجهة الاستثنائية، جماهير الماط زينت وعشاق الأخضر أبدعوا بتيفو غطى أغلب مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس. اللعب ديالنا ما فكرناش في حاجه ثانيه. اللي يقول لك انا شخصيا كيف فكرت في فريق منافس، ما فكرتش في فريق، فكر في فريق لازم يكون العطاء نتاعو 100%، وهذا اللي صار. لغدنا اليوم خليناهمش يلعبوا يطوروا لعبهم، متعودين يلعبوا افضل من هكا فريق بيطوان، ما خليناهمش يلعبوا حتى بعد هدفين مقابل صفر. قعدنا نفس تقريبا بنفس الطريقه، نضغطوا نهاجموا تقريبا الظاهرين يهاجموا في نفس التوقيت. فهذا اللي خلاه يمكن ما كانوش ينتظروا فريق تطوان كونه فريق رجاء باش يكون في اليوم. انا حسب رايي يوم كبير ويوم نجحنا فيه خاصه في تسجيل الاهداف. وعلى كل نشكر فريق تطوان لانه ساهم في البطوله هذه وكان من الفرق الممتازه في المغرب، وبارك الله فيهم. ونقولوا لهم هذيك احكام الكره وسابي اريفي 5-0 سابي اريفي هاتوا المغرب. الشوطين يعني قلت لهم باش نفس نكملوا نضغطوا على بنفس الطريقه، عاد ما نخسروا الكره يلزمنا نكونوا كومباكت في الديفونس. هذاك بالنسبه لي الطرق صحيحه نتاع كره القدم، وهذا اللي صار. يعني كيف احنا نقدموا نضغطوا عليهم ضغط كبير، يمكن بعض الاهداف يمكن ما نشعروش بها جات على اثر ضغط قطعنا الكره وسجلنا الهدف. الدورة ما قبل الأخيرة قدمت نتائج اختلفت معطياتها من فريق لآخر على مستوى أسفل الترتيب. أولمبيك خبقة لم يضيع فرصة استقباله لأولمبيك أسفي إذ حقق فوز غاية في الأهمية زاد من حظوظه في البقاء. جمعية سلا اكتفى بميدانه بالتعادل أمام الوداد بعدما كان منهزما ب2-0. بدوره فريق المغرب الفاسي عاد بتعادل من على ميدان نهضة بركان.
وداد فاس المتموقع في الصف الأخير حقق الفوز على ضيفه حسنية أكادير ليصبح الترتيب العام على الشكل التالي في انتظار ما ستقدم الدور الأخير من نتائج لتحديد صاحب اللقب وكذلك الفرق التي ستودع رسميا البطولة الوطنية الاحترافية. فريق رجاء البيضاوي يحقق فوز ثمين وعائد على فريق مغرب أتلتيك تطوان ليتأهل لهزيمة الذهاب بهدف ل0. فوز رجاء البيضاوي جعله يصل إلى صدارة ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية في انتظار الحسم في الدور الأخير للتعارف على الفائز باللقب. حلقة هذا الأسبوع مشاهدينا انتهت، وليكم الموقع الاجتماعي وكذلك البريد